الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غتكون تحت عنوان ضعف الشخصية. ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالنا ما فيها باس نصليو على رسول الله كاملين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودابا بغيت نسولكم وتجاوبوني بصراحة، واش عمركم سكتوا على شي حاجة ضراتكم غير باش ما تقلقوش داك الطرف اللي مثلا قالها لكم، اللي قال لكم ديك الهضره اللي ضراتكم، سكتوا عليها غير باش ما تقلقوش وما يبقاش فيه الحال؟ واش عمركم وافقتوا على شي حاجه اللي ما بغيتوهاش وما مقنعاكمش غير باش ما يبقاوش يلوموكم؟ كذلك واش عمركم تعرضتوا لشي موقف اللي كنتوا باغيين تجاوبوا، يعني تجاوبوا على داكشي اللي تقال لكم مثلا، ولكن بقيتوا ساكتين في ديك اللحظه وملي فات بديتوا كتلوموا راسكم وكتقولوا علاش ما هضرتش، علاش ما قلت ليش، علاش ما جاوبتش، علاش ما دافعتش على راسي الى اخره. الا كان كيوقع لكم بحال هكا راه هذا هو اللي كنقولوا ليه ضعف الشخصيه. بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا الضعف الشخصيه، ولكن المشكل انهم كيحسبوها طيبه، يعني طيبه واحترام وادب. ضعف الشخصيه كيجيب لهم الله باللي ماشي ضعيف شخصيا، يعني غير مربي وطيب لأبعد الحدود وكيحترم الناس بزاف وفيه الادب. ولكن لا، كاين فرق كبير بين انسان محترم وانسان ما قادرش يدافع على راسه، وكاين فرق كبير بين انسان طيب وزوين وحنون وبين انسان كيخلي الناس يزطموا عليه ويمرمدوا به الارض كما كنقولوا. اليوم غادي نهضروا على كيفاش نتخلصوا من ضعف الشخصيه، ولكن قبل ما نعطيو الحلول خصنا بعدا نعرفوا منين كيجي هذا المشكل. بزاف ديال الناس تربوا على الخوف من الصغر ديالهم، كيسمعوا غير سكت ما تجاوبش، خلي الناس تهضر، انت صغير ما كتعرف والو، علاش جاوبتي، ما كانش عليك تجاوب، هذيك راه كتسمى قله الحياه الى اخره. وشويه بشويه الطفل محدو كيكبر وهو كيقتنع باللي التعبير على الراي ديالو شي حاجه اللي خايبه وكتخالف الترابي ديالنا. والمصيبه هي ان داك الطفل ملي كيكبر كيبقى مترسخ ليه داكشي في الدماغ ديالو. اول خطوه باش تخلص من ضعف الشخصيه هي انك تحبس الاعتذار الزائد، يعني داك الاعتذار المبالغ فيه ما خصوش يكون. كاين بزاف ديال الناس كيعتذروا على كل شيء، واخا يكونوا ماشي هما اللي غالطين، كيغلط فيهم الواحد وكيعتذروا هما غير باش ديك العلاقه تستمر. وعلاش هادشي كامل؟ حيت ولاو هما كيشوفوا ريوسهم ومقتنعين باللي هما اللي ديما غالطين. وهادشي كامل جاي من التربيه اللي قلت لكم، حيت داك الانسان واخا كيبان لك كبير باقي في الداخل ديالو داك الطفل اللي ما خصوش يقول هادي وما خصوش يقول هادي وهادي وهادي، والا قالهم راه ما مربيش. ثاني حاجه تعلموا تقولوا لا. لا، الحاجه اللي ما عجباتكمش قولوا عليها لا، واللي بغى يوقع يوقع. راه ماشي مجبره نقول غير باش تبقى معايا، وماشي مجبره نقول غير باش تقولي عليا مربيه وبنت الناس وبنت الخير الى اخره. الحاجه اللي كتضرنا بوحدها، والتربيه والدار الكبيره والكبرانيه كما كنقولوا هذه بوحدها حتى هي. حيت الا ما تعلمتيش وما زعمتيش تقول لا للناس اللي كيقترحوا عليك شي حوايج اللي ما جاوكش على كانتك وما ما كيوافقوكش، غتبقى ديما تقول لي ايه ولا نعم على حسب الراحه النفسيه ديالك. ثالث حاجه وهي ما تبقاوش تبرروا القرارات ديالكم ولا القرارات اللي بغيتوا ديروا. اي حاجه بغيتي ديرها ما تبقاش مثلا تشرح لبنادم ولا شي حاجه درتيها، سواء كنتي غديرها في المستقبل ولا درتيها، ما تبقاوش تشرحوا الانسان بزاف. مثلا يعني ها علاش درت هادي، ها علاش ما درتش هادي، كنفكر ندير هادي. حاولوا تخليوا واحد المساحه لريوسكم، ما تفرعوش وما تفزعوش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا الامور ديالكم كامله للناس. بزاف ديال الناس كيضيعوا الطاقه ديالهم في الشرح ديال حياتهم وديال الخطوات اللي كيبغيو يديروهم للناس اخرين. نعطيكم مثال، مثلا درت مع وحده نتلاقى معاها ومهم جات شي حاجه اللي فوق طاقتي وما ما كتبش، غادي نقول ليها مثلا غادي نعتذر واحد الاعتذار اللي بعقله ما يوصلش لدرجه الدل، صافي راه ما كتبش، يعني كانت شي حاجه طارئه وهذه، ولكن ما نبقاش شاده في الموضوع واحد ساعه ديال المكانه ولا ساعتين وانا كنبرر
وكنبين ليها باللي ماشي لخاطري، ونشرح ليها المشكل اللي وقع معايا بالضبط، غير باش هي ترضى عليا وما تقلقش. ما عمركم ديروا بحال هكا. رابع حاجه وهي ان خصنا ضروري نعبروا على الراي ديالنا واخا الناس يختلفوا معانا. كما كتعرفوا الاختلاف لا يفسد للود قضيه. ماشي ضروري نتوالموا كاملين على واحد القرار، ولكن ضروري نحترموا يعني الراي ديال بعضياتنا. الا كنت انا مقتنعه بالراي ديالي في واحد الموضوع واخا يختلفوا معايا كاملين، غنبقى شاده فيه. كاين واحد النوع اللي كيكون متاكد من واحد الحاجه، ولكن بمجرد ما كيبدا يهضر مع الناس وكيقولوا ليه لا ماشي هكاك، ما كتعرف والو انت، لا راه هذا هو الصحيح ماشي هكا، دغيا كيتبدلوا كيقول لهم ها عندكم الحق انا ما عرفتش. هذا اكبر غلط، كيبينك قدام الطرف اللي قدامك باللي ما عندكش شخصيه وما عندكش راي ثابت. خامس حاجه واللي مهمه بزاف هي انكم تبعدوا على الناس اللي كينقصوا منكم. كاين بزاف ديال الناس اللي في كل مره ملي كتهضر معاه كتحس براسك صغير قدامه. علاش؟ حيت كل مره كيشككك في راسك، في الهضره ديالك، في الشكل ديالك، كيقللوا من الانجازات ديالك. اي حاجه درتيها واخا تكون زوينه كيبخسوها لك وكيقولوا لك ما لا ما درتي والو، ما هناش، ما كون كان فلان كون دارها احسن من هكا، لا ما تقنتيهاش ما صرعتيهاش. هاد الناس هادو بعدوا عليهم، لان الا ما طيحوكش ما غاديش يدفعوك لقدام. سادس حاجه واللي عندها دور مهم في بناء الشخصيه والتقويه ديالها، وهي نوفيو بالعهود ولا الوعود اللي كنعطيو لريوسنا. الا قلت غندير هاد الحاجه خاصني نحاول نديرها، نتحدى راسي ونديرها. حيت الا وعدتي راسك بواحد الحاجه ودرتيها، الثقه ديالك في نفسك كتزيد كتقوى شويه بشويه. والا كتقول الحاجه وما كديرهاش، عاد ما كتزيد تثبت لراسك باللي انت زيرو وما عندكش شخصيه. خاصكم تعرفوا بان القوه ماشي هي الصداع، وماشي هي المشاكل والعصبيه والغوت والسبان والمعيار وانك تجرح الناس. القوه الحقيقيه هي انك تعرف القيمه ديالك، تعرف الحقوق ديالك وتحترم راسك، وتقول الرأي ديالك بلا ما تخاف من حتى واحد ومن حتى حاجة. وما تنسوش تخليو ليا في التعاليق شنو هي اكثر ولا شنو هو اكثر موقف خلاكم تحسوا بضعف الشخصية، وشنو هي الحاجة اللي باغيين تبدلوها في حياتكم ابتداء من دابا. وخليو ليا لايك إلا عجبكم الموضوع، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.